ايه هو الويب هوك؟ في بداية تعليمي لان كان اكتر حاجة ما كنتش لاقي لها شرح هي الويب هوك، وحتى الشرح اللي موجود ما كانش بيشرح ازاي نستخدم الويب هوك. كان بيشرح شوية حاجات انا من وجهة نظري شايف ان هي بسيطة جدا ومش كافية للويب هوك. ان شاء الله في الفيديو ده انا مش بس هشرح لك يعني ويب هوك، انا هشرح لك امتى بنستخدمه، ازاي نعمل له اوثنتيكيشن بحيث ان محدش يقدر ان هو يخترق هذا الويب هوك. فالسلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. بسم الله نبدأ. أول حاجة، هو أصلا إيه هو الويب هوك؟ بكل بساطة كده، هو إيه؟ طريقة بنستخدمها عشان نخلي اتنين ابلكيشنز يكلموا بعض. إزاي؟ تعالى مثلا نفترض مثال إن أنت اتفقت مع شركة مستقل، وقلت لهم والله أنا عاوز مجرد ما حد يحط بروجكت تبعتولي على العنوان ده اللي أنا هديهولكوا الداتا دي الخاصة بالمشروع يعني. فمجرد ما المشروع ينزل هيجي لك داتا على على العنوان، فتبدا مثلا تجهز البروبوزال اللي هتقدم بيه على البروجكت ده. فلو جينا هنا مثلا خدنا مثال تاني على ايفالويشن اي بي اي، زي ما قلت لك الويب هوك ما هو الا طريقه للتواصل بين الابلكيشنز وبعضها. عند حدوث حدث معين في نظام ما، النظام ده يبعت لك البيانات تلقائيا عبر رابط محدد. مثلا مجرد ما حد يبعت لك رساله على واتساب، وليكن الرساله دي تبدا ايفالويشن اي بي اي تبعت لك الرساله ديت على اليو ار ال بتاع الويب هوك. تبعت لك مثلا مين اللي بعت الرساله دي، اسمه ايه، ايه اصلا الرساله اللي بعتت، نوعها ايه، يا تكست ولا لأ. فاهمني؟ بعدين مثلا تخش في ان ان يبدا ان هو ياخد الرساله ديت يجهز رد، بعد كده يرد بالرد ده. حلو. انا بس ايه اللي الحته اللي كنت مفتقدها قوي، احنا اصلا امتى بنستخدم الويب هوك؟ تعالى مثلا اقول لك على بروجكت انا بالفعل اشتغلت عليه. تمام. بروجكت ده كان عباره عن هي في منصه، بسم الله، كان في منصة عقارية، يعني عندهم مشاريع عقارية. فهم مجرد ما مشروع ينزل على المنصة وحد يقدم عليه كمناقصة يعني. المهم، فأنا كان دوري هنا إن أنا باخد الناس اللي بتقدم على المشروع ده وأعمل حاجة معينة، أديهم سكور معين، بعد كده أبدأ أبعت لهم السكور ده. فهو الموضوع كان بيمشي كالتالي: مجرد ما حد يضيف عرض على المشروع ده، العرض ده بيجي لي على عنوان معين، بيجي لي على عنوان يو ار ال محدد. ماشي، بيجي لي على مثلا نفترض اليو ار ال ده، اليو ار ال ده بيجي لي فيه شويه داتا. والله الراجل اللي قدم ده البادجت بتاعته قد ايه، حاطط وقت قد ايه مثلا هينفذ في المشروع، وهكذا. فابدا انا مثلا والله اعمل اي حاجه هنا، وليكن مثلا هدي سكور معين. تمام. ابدا اخد السكور اللي هيطلع من هنا وابدا ارجعه تاني للداتابيز خاصه بيهم، فهم كده يبداوا يعملوا سورت بشكل ما. فهي الطريقه ل تواصل الابلكيشنز مع بعضها. المهم، فبس يا رب تكون انت فهمت النقطه دي. احنا اصلا بنستخدم الويب هوك في ايه. كويس، تخش على ان ان مباشره ونيجي نحط اول ويب هوك. بص، اول حاجه انت هنا عندك حاجه اسمها تيست يو ار ال، وعندك حاجه اسمها برودكشن يو ار ال. التيست يو ار ال ده بنستخدمه في التيست طبعا. البرودكشن يو ار ال لما انت تعمل الورك فلو لايف، انت بتشارك البرودكشن يو ار ال ده مع الباك اند انجينير، مثلا لو انت تشتغل مع تيم مثلا. حلو. وهنا عندك ال HTTP request method، هنا نوعها get. وهنا عندك الباث ده ممكن تغيره، يعني مثلا ممكن تكتبه هنا اي حاجه. شايف البسط بتغير فين؟ شايف؟ هنا الاوثنتيكيشن هنتكلم عنها مش دلوقتي. وهنا ريسبوند، يعني ايه؟ دلوقتي لما حد يبعت لك الداتا دي، هل انت عايزه يتبعت عليه في لحظتها، ولا عاوزه لما لاست نود فينيش؟ لو انت عندك مثلا ورك فلو مكون من اكتر من حاجه، اكتر من اكتر من ستيب، ستيب اولى ستيب تانية، بعد ما يخلص كل الخطوات ديت يبدا يرد في الاخر. حلو. او using respond to web hook note، دي هنستخدمها. الاخيره دي مش مهم، يعني مش مهم هنا خالص دلوقتي، انساها. اهم حاجه دولت.
واكتر حاجه، اكتر حاجتين بنستخدمهم هي الاولى والثالثه. ماشي. فلو جينا هنا نبدا على طول نعمل تيست، نعمل تيست يو ار ال. حلو. لو جينا هنا خلي بالك ان احنا هنا دلوقتي هنعمل ايه. دلوقتي هنعمل حاجه اسمها جيت HTTP ريكوست ميثود. هنعمل ريكوست بجيت. ممكن تعمله باكتر من طريقه. ممكن تعمله عن طريق متصفح، ممكن تعمله عن طريق ان نفسها، عن طريق HTTP ريكوست، او عن بوست مان. هم كلهم في الاخر بيعملوا نفس الحاجه. فاحنا هنجرب الاول بالبراوزر. نحط عادي، بس اول بس نتاكد احنا عاملينه listen. اوكي اوكي انتر. work flow was started. تمام كده. نخش في الجد على طول. احنا هنا عايزين نعمل حاجه اسمها كويري بارامتر. لو انت اتفرجت على فيديو الاي بي اي هتبقى فاهم قصدي. نيجي هنا نعمل بس الاول تيست. وجيت هنا هتلاقي مثلا الاول بس هتلاقي جاب لك كل حاجه، اليوزر ايجنت، جايب لك الكوكيز. تمام، بس ده مش مهم دلوقتي. تعال هنا مثلا نكتب لسن الاول. ندخل هنا نحط كويري بارامتر. نكتب مثلا sub equal no. يعني دي مثلا افترض ان هي سبسكرايبر نو ولا يس ولا يس، فهل هو مشترك عندي في القناه ولا لا. تمام. لو عملنا كده حلو. جينا هنا عايز اعمل لك بس اللوجيك بتاع ريسبوند immediately او using respond ايه ويب هوك. نيجي مثلا نعمل اف هنا. بسم الله. نيجي هنا نخش على الكويري بارامترز اللي رجعت اللي احنا عملناها، هي ايه اسمها سب نو. فهو كده مش مشترك. فاحنا نيجي هنا مثلا على اف كونديشن. فلو هو والله بيساوي نو يبقى هو كده مش مشترك، صح؟ كده مش مشترك. equal to. تمام كويس. هو كده مش مشترك. نعمل ايه بقى؟ انا عاوز اقول له، عايز ابعت له رساله اقول له يا ابن الحلال اشترك. هو القناه دي هتبقى من اقوى القنوات في الاير تويشن، فاشترك عشان ما يفوتكش حاجه. ماشي. هنستخدم ايه؟ ريسبوند. اوكي اوكي ماشي. ريسبوند تو ويب هوك. كويس كويس. ركز معايا بقى. هنا انت عندك اكتر من حاجه انك تعمل ريسبوند بيها. احنا هنبدا بالجيسون. حلو. هبعت له رساله عاديه كده، هبعت له مسج. ماشي. باجي هنا اقول له ايه في المسج ديت؟ يا ابن الحلال اشترك. القناه ديت ان شاء الله هتكون من افضل القنوات العربيه في الاي تويشن، فاشترك عشان ما يفوتكش اي حاجه. لو انت حابب تعرف ايه هو ده ابلكيشن اسمه speakly.ai. هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن لو حبيت تجربه يعني. تمام. لكن المهم ان انت تيجي تقول له هنا احنا عاملين ريسبوند immediately. لا، احنا عاوزين نخليه using respond to webhook node. حلو. عملنا مثلا execute workflow. نعمل هنا reload. اوكي. إيه اللي حصل؟ في مشكلة هنا. اوكي. وات از المشكلة؟ في هنا مشكلة في الايه، في الكوديشن. اوكي. انا مش عارف المفروض اوكي تمام كده. تمام. نعمل تاني سكيوت او خليك لسن. يلا يا باشا اهو. طبعا في مشكلة في ماشي، في مشكلة في الالاينمنت يعني، ولكن المهم انت عارف الرسالة دي عبارة عن ايه. حلو. طب في حاجة تانية انا عاوزه لو هو مثلا، لو هو مش مشترك، خليه على طول يروح على القناة تحت على اليوتيوب. تمام. فأول حاجة نعمل ايه؟ نرجع للورك فلو. نيجي على طرق الريسبونس. في عندنا كام حاجة. أول حاجة دي إن أنا أبعت له كل اللي جالي هنا. تمام. كل اللي جالي فأصلا عملناها كده، هنتست مع بعض برضه. قول incoming items execute work flow reload. هتلاقيها رجع لك كل حاجة. فعملنا مثلا علمنا عشان بس يخليها شكلها أفضل كل حاجة. حلو. تمام. نيجي عند اللي بعدها.
باينري فايل دي ان انت مثلا تبعت صوره، تبعت اي باينري فايل بقى، اوديو، كل ده عباره عن ايه؟ عن باينري فايلز. فيرست انكoming ايتمز، ايتم هي يعني ايه؟ لو انت بترجع اكتر من ايتمز، بص تيجي لون ايتم، تيجي لون ايتم. لو انت مثلا بترجع 20 ايتم مثلا، فبياخد اول ايتم بس. احنا لو عملناها مثلا فيرست انكoming ايتم، يبقى نفس دي بالظبط. ماشي. الجيسون احنا شفنا الجيسون، سيبك من دي دلوقتي، ديت ادفانسد شويه، يعني ممكن ان شاء الله نشوفها في فيديو تاني. احنا برضه هنشرح اصلا الجي دبليو تي كسكيورتي يعني، او كاوثنتيكيشن. لكن سيب دي دلوقتي. ممكن بنو داتا، ممكن ترد بنو، ممكن ترد بتكست عادي يعني. ممكن ابعت له رساله اللي انا عايز ابعتها له هنا عادي. اوكي، نشيل مثلا دي. ماشي. نيجي مثلا اكسكيوت ورك فلو. اوكي، هتلاقي الرساله ايه؟ جات لك هنا. اخر حاجه بقى اللي انا بقول لك عليها، وهي ريدايركت. فانا هنا مثلا عاوز اديله اللينك بتاع القناه بتاعتي، فهل هي موجوده؟ اوكي، فين اليوتيوب؟ تمام، هي دي. حلو. ماشي. اكسكيوت. ناخد مثلا نعمل ريران. في مشكله. وات از المشكله؟ اوكي، هو كده ران تمام. راح جاي عامل لي ايه؟ ريدايركت على اليوتيوب بتاعي. كويس كويس. نقفل ده، مش عايزين نشوفها دلوقتي. عاوز اقول لك حاجه برضو. تعال نجرب نعمل برضو الجيت ريكوست ده عن طريق ان ات ان نفسها. ماشي. كريت اوك فلو. هو الفيديو ده ممكن يكون طويل شويه، بس انا هطول فيه عشان ان شاء الله يكون المرجع ليك في الويب هوك، فاستحملني. وان شاء الله تطلع من الفيديو ده عارف كل حاجه عن الويب هوك. فلو جه هنا مثلا عملنا اتش تي تي بي ريكوست، نخلي نوع جيت. حلو. هو هيجيت ايه؟ هيجيت اللينك اللي هنا ده. حلو، خليه في التيست برضو. اوكي. اوثنتيكيشن مش اوثنتيكيشن. احنا هنسند كويري بارامتر. تمام. عندي فاين بيلو، ممكن ماشي. هنسند مثلا اولى اسمها صب، كنا عاملينها. اوكي. والتانية اسمها الفاليو بتاعتها من. كويس. ممكن ما نضيف اي كويري بارامتر تانية. ممكن مثلا نشوفه الجندر، ميل مثلا. ويكستنى بس الاول لسن، ونروح على execute الستاب. اوكي. إيه اللي رجع يا باشا؟ هتلاقيه رجع لك. احنا كنا عاملين عاملينه ان هو يريدايركت، فاحنا مش عايزينه ريدايركت هنا. اوكي، اللي رجعه لي. اوكي، هتلاقيه رجع لك رجع يوتيوب يعني. فتعالى بس ايه، نغير دي وخليها مثلا، خليها بالتكست. تمام. خليها تكست. اشترك يا فلان مثلا. تمام. يا فلان اشترك يا فلان. وهنا نديله اسمه. فلو مثلا غيرنا الجندر دي خليناها اسم، جينا هنا. اوكي. قلنا مثلا نخلي ده، نخليه النيم، هنسميه علي. حلو. هات يا باشا listen. نعمل listen. نعمل كول اليو ار ال ده. تمام. شوف رجع لنا ايه. اشترك في القناة. دي فين عندي؟ شوف كده اللي حصل هنا. اوكي ماشي. طبعا عشان ما غيرناش، المفروض دي تبقى اسمها النيم. اوكي. اوكي. جرب تاني اخر مرة. اوكي يلا يا باشا. اشترك في القناة. بس عاوز ماشي خلاص. المهم يعني تمام ماشي. وصلت الفكرة، وصلت الفكرة. تعالى بقى ايه، نغير
نغير حاجه، نغير الويب هوك كده، نخليه بوست ميثود. ماشي، عشان اقدر ابعت له داتا. هنيجي هنا ونغير البوست ميثود ديت، خليها قصدي نغير الاتش بي ريكوست نخليها بوست. تمام، تشيل لي الكويري بارامترز اللي مش عاوزها، اقفلها لي. عاوز اسند بودي. بودي ده هيكون عباره عن بروبوزل مثلا، بروبوزل. وهنا المفروض ان انا هكتب بروبوزل. تمام، انا اجيب البروبوزل ده اكتبه عمال شات جي بي تي، احط البروبوزل هنا. ماشي، ونشغل دي كده بس الاول. لسن، نشوف اللي هيرجع. نعمل ده ران. نشوف هنا اللي رجع هنا من الكول باك. يعني البروبوزل اهوت في البادي، مفيش كويري بارامترز. انا بقى عاوز اعمل ايه؟ تعالى بس ننسى دي خلاص. عاوز احط هنا هي ايجنت، اقول له، او ممكن يعني مش شرط يعني هي ايجنت، ممكن يحط عادي يعني اللي هي اللارج لانجوج العادية، ولكن بيزك ال ام يعني مش تفرق. اوكي، امسح دي، امسح دي. تعالى يا باشا، بسم الله، اختار الموديل اي او ان اي. اوكي، اوكي. هنا بقى اقول له ايه؟ انا هقول له تعالى بس نديله بروبوزل. تعالى نقول له في السيستم برومبت. اوكي، اول مرة بتعامل معاه في التحديث الجديد. اوكي، سيستم مسج. اوكي، هكتبه بالعربي عشان بس نفرر الموضوع. انت دلوقتي هتكون مساعد شخص ليا، هتساعدني ان انا اريت البروبوزلز من 1 ل10. انت مسموح لك فقط تخرج لي اوتبوت من 1 ل10. طبعا الكلام ده انا ايه، برتجل معاك، انا مش محضر حاجه يعني. ف او محضر بس مش محضر بالتفصيل يعني. نتست كده اشوف هيطلع واحد بس ولا لا. اوكي، طلع 8. حلو جدا. انا بقى عاوز اعمل ايه؟ عاوز ارسبوند بالتمانية دي. حلو، فنيجي هنا ارسبوند ب نسبورد مثلا بجيسون. تمام، او ممكن نعمل ده عادي، انه في كده مش هرجع على دي بس. حلو، فانا هنا هستخدم ايه؟ ريسبوند يوزنج ويب هوك نود. نيجي هنا. حلو، ماشي. يلا يا باشا اشتغل، نجرب تاني. احنا بس ما عملناش اصلا رسم. خش يا باشا. اوكي، هتلاقي هنا ايه؟ جاب لك التمانية دي. طبعا ممكن تاخد التمانية ديت تخزنها مثلا في داتابيز، تخزنها في اكسل شيت. فانت فهمت كده يعني ايه ويب هوك. حلو. ان شاء الله بقى انت فهمت يعني ايه ويب هوك، وانا اتمنى ان انا اكون وضحت لك يعني ايه ويب هوك. ناقص حاجه مهمه قوي، وهي الاوثنتيكيشن. مهم جدا حته الاوثنتيكيشن دي. وهنا عملنا بيزك اوثنتيكيشن. اوكي، بيزك اوثنتيكيشن. لازم الشخص اللي يقدم ده يكون معاه البيزك اوثنتيكيشن دي. فنيجي مثلا نعمل له واحده جديده، هنسميها وليكن، نسميها تيست. ماشي، تيست حلوه، تيست واحد مثلا. ونخلي الباسورد 4 وحيد. طبعا همسح الكلام ده يعني عشان بس محدش ايه يجرب حاجة. هنسميها تيست واحد. سيف. حلو، حلو. نيجي هنا، لو بص تعالى نجرب مثلا نعمل لسن. تعالى يا باشا اجرب، شوف اللي هيحصل. ايرور يا باشا. ايه الايرور ده؟ authorization فيلد. نيجي هنا بقى نقوم جاي عاملين له ايه؟ نعمل اوثنتيكيشن هنا، ويعمل جينيريك كريديشن تايب، نختارها برضو بيزك. لو جينا هنا هتلاقي اصلا عندك مش موجود هنا، لا مش ممكن نعمل كريت نيو كريدنشال. نفسنا تيست واحد، باسورد 4 وحيد. ماشي، سيف. اوكي، كريدنشال. طبعا هنا بيليس لسه. فلو عملنا تيست تاني،
هتلاقيه اشتغل. حلو. فديت اول حاجه اللي هي اسمها البيزك اوثنتيكيشن. نيجي عند الهيدر اوثنتيكيشن. اوكي كريت نيو كريدنشال، نسمي مثلا نيم برضه تيست واحد، الفاليو 1212، وخليها تيست اتنين ديت، خليها 4 اتنينات برضه عشان نفتكر. 1 2 3 4. سيف. نيجي هنا ندخل عليها، تخليها برضه ايه هيدر اوثنتيكيشن كريت نيو كريدنشال، كان سميناها تيست 2 و4 اتمانات. سيف. عملنا. خلي بالك دولت انا ليه بجيب فيهم بسرعه؟ لان هم سهلين. انا لسه هخش لك على اصعب واحده فيهم واللي محدش شرحها تقريبا في يوتيوب يعني. حلو اشتغلت. ايه بقى اللي انا بتكلم عليها بقى؟ وهي اخر اوثنتيكيشن، هي اللي بسم الله الجي دبليو تي اوثنتيكيشن. ماشي نختارها واحده واحده كده هنعملها. انا يعني ايه، تعالى بس الاول نفهم. عشان تعمل كريدنشالز، عشان تعمل لها نيو كريدنشال، كريت نيو كريدنشال، فلت على الدوكس هيقول لك خش على شويه حاجات كده. ماما قرأت الكلام ده فهجيبك عند الموقع ده. تمام. jwt.io. فكرة هنا ان انت تعمل لكل واحد زي سيكريت كي خاص بيه. ده مثلا لو جينا هنا غيرنا مثلا عبد الله هلال، خليناه وليكن مثلا فولس، ان هو مش ادمن مثلا. تمام. اوكي. حلو. خلي بالك ان انا طبعا انت عندك الالجوريزم، انت هتسيبه زي ما هو، مالكش دعوه بيه، تسيب الالجوريزم زي ما هو ده يعني. الدوكيومنتيشن بتربح كده يعني، انت تسيب ده زي ما هو. حلو. هنا انت ممكن تزود برضو براحتك عادي. ممكن مثلا تيجي هنا تضيف اي حاجه، ممكن تضيف مثلا ديبارتمنت مثلا. آه اوكي. قوم جاي مثلا فين، سميه فاينانس، تفهمني كده. طبعا دي المفروض تحط بين كوتيشن. كلمة فاينانس غلط انا عارف يعني، بس ايه متعلقش. خلي بالك برضو في حاجة مهمة أوي، لو في حد كتب نفس الكلام ده، نفس الداتا ديت، هيعرف يجيب التوكن لو انت سايب التوكن دي از ديفولت زي ما هي. لو انت بص ركز معايا كده، بس اعمل لك شويه كده. لو انت غيرت شويه في الكلام الموجود ده، هتلاقي هنا ده بيتغير. ملاحظ معايا؟ او زودت حروف نقصت حروف هتلاقي ده بيتغير. حاول تعمل لك حاجه يونيك، غير كام حرف فني، العب فيها شويه كده عشان تغير الايه، تغير الكلام الموجود ده. ماشي. حلو. حلو. لو جيت هنا في ان 10 هتلاقي طالب منك السيكريت اللي هو ده. خير اللي هو ده السيكريت اهو. خده يا باشا كوبي، روح هنا جاي نديله كده حب. كان نسميها مثلا تيست جي كي جي دبليو تي. سيف. ركز معايا بقى الله يرضى عليك. احنا هنا مسمينه ايه؟ مسمينه عبد الله، عبد الله هلال، ادي رقمه، وهو مش ادمن، وهو من ديبارتمنت الفاينانس. حلو. معرفش ايه دي، ممكن صحية اصلا، سيبك منها. اوكي. نيجي مثلا عشان نبعت ريكوست للو بوك كده، فنيجي مثلا هنا عشان ابعت له ريكوست محتاج ان انا اظبط الاوثنتيكيشن. دي اسمها بير اوثنتيكيشن. ماشي. كريت يو كريدنشال، هي بير توكن. نحط التوكن اللي احنا ايه عملناها من هنا. اوكي. ماشي. نسميها برضو جي دبليو تيست، هنبقى في صح بعد كده. جي دبليو كي تيست. اوكي. سيف. حلو. نخليه بس listen. يلا يا باشا، بسم الله. يا رب بس تكون ظبطتها صح. اوكي زي الفل. نيجي هنا، سيبك انت الكلام ده اصلا المفروض هيديني ايرور يعني. اوكي خلاص. شوف ايه اللي يرجع بس. ايه ده؟
ماشي، انا نفس الكلام برضو يعني. بس الفكره فين بقى؟ تعالى اقول لك الفكره فين. لو جيت هنا كلمنا في يبقى مثلا نعرف تشوف كويس. شايف ده؟ هنا هو عرفك مين اللي باعت، فانت تعرف تعمل ورك فلو. لو انت في شركه مثلا، فانت تبقى عارف هو مين اللي باعت. عبد الله هو اللي باعت، هو الديبارتمنت بتاعه كذا. طب هو ادمن ولا لا؟ لو هو مش ادمن، تعمل مثلا هنا اف كونديشن. لو هو ادمن يبقى ليه اكسس على حاجات معينه. او وليكن مثلا اكسس على سيكول داتابيز مثلا ايجنت، يقدر يسال للايجنت راي، يساله مثلا اسئله، والله احنا بعنا كام؟ فاهمني؟ بعنا كام مثلا بيع النهارده، هيبدا يرد عليه. آه هكذا يعني. لو مثلا حد في فاينانس، فيبدا مثلا ان هو يمكن يعمل جنريت ريبورت بشكل اوتوماتيك. فاهمني؟ فانت تبقى عارف مين اللي بيكلمه. بس مثلا ما تقعدش تعمل لكل ديبارتمنت ورك فلو. المهم يعني، هي ليها طلبات كتير جدا. ف يعني ان شاء الله تقريبا غطينا كل حاجه في الويب هوك. اتمنى ان انا اكون فعلا وضحت كل حاجه بشكل كويس. بس كده. اللايك، الاشتراك مهمين، لسه في البدايه، محتاجين دعمك. فبس كده، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.